فاخذ الاداره العامه وخدا الاستعلامات وخدا الدي اس تي، واش فهمتي، وبسط نفوذو كيما بغا، ولكن نهايته راه بانت، واش فهمتي. لهذا هاد الكلام ديال هاد العجوز المتقاعد الشيخ الذي لا يضبط حتى يعني، واسمحوا لي نقول لك التبول، ولا يضبط نفسه حتى في مخرج الريح ديالو، باش يجي ويبقى يقول لولادنا ويبقى يفورماطي ولادنا على القمع وعلى التنازل على الحريات اللي خلاو لهم جدودهم واللي ناضلوا عليها. نقول لا، لا لحماية الحريات العامة، ولا لحماية الملكية، ولحماية المؤسسات، ولحماية صلاحية كل مؤسسة على حدة. فهمتي؟ يعني السلطة التنفيذية بوحدها، السلطة القضائية بوحدها، والسلطة يعني التشريعية بوحدها، ولا لتدخل وتداخل السلطات. لأن علاش مونتسكيو خلق هذه النظريه ديال يعني الفصل بين السلطات؟ لان تيقول لك كل انسان عنده جميع السلطات في يديه، يعني كيمكن يصبح ديكتاتور ويصبح خطر على الشعب ديالو، واش فهمتي. ولهذا قاموا بفصل السلطات، حتى ان اي سلطه تراقب الاخرى، ما يكونش كلشي مجموعين في يد واحد. وهذا السيد هذا قصير النظر، ضعيف التكوين، لانه هو تيعترف بدا امني شنو هو تكوينه، ما عنده لا تكوين قانوني، لا تكوين مرجعي، لا تكوين عالمي، لا حتى شي حاجه. يعني حلايقي، حلايقي كيهضر داكشي اللي تيقولوا ليه في ودنيه، واش فهمتي. ولكن حنا هادشي ما تيدوش، ما تيدوش، ما تخوفوش الشعب. نتوما مسؤولين على داكشي، نتوما اللي كتعاملوا مع المجرمين، نتوما اللي تتخليوهم يلهبوا المجتمع ويلهبوا هذا باش يجيو لعندكم باش يقولوا ايوا سيدي هذا خطي البوليس سيدي مزيان داكشي اللي كديروا، باش ما يقولوا لكمش راكم تجاوزتوا الصلاحيات ديالكم، باش ما ينوضوش يدعيوكم بان ما اولا التدخلات، اول مشكل هو ديال التدخل. ملي كتعيط للشرطه باش تدخل ما عندهاش واحد الوقت محدد، كيمكن لك تعيط لها اليوم تجيك حتى الغدا، ولا يعطيك يقول لك واش كاين الدم، كاين الموتى، كاين هذا، عيط لابيلانس، عيط لوحدين، فهمتي. بينما خص اول حاجه اعاده هيكله الامن. منين عيط في لاصال الترافيك تكون عنده 10 دقائق باش يستجب ويجي المحل ديال الحادث.